لما لفينا على كده قال لك شبه مستحيل. حسن إسلام حسن. في البداية عيني اتخبطت، حصل انفجار وفقدت العنسة والقزحية، وبعديها عملنا إصلاح مبدئي للحاجة اللي حصلت دي ونضفنا القسم السفاكي وبدأنا نمشي في عدسة لاصقة. احنا بنشكر الدكتور هشام جدا على تعبه معانا، لان بقالنا تقريبا فتره كبيره في موضوع حادثه حسن، ان هو كان اتخبط في عينه ادت لانفجار العين، وطبعا فقدنا العدسه وفقدنا القزحيه. ولما جينا عملنا العمليه بسرعه، يعني عالجنا الموضوع علاج مبدئي ونفخنا العين تاني الدنيا على اساس ان يقدر يمشي بيها، وبدا يمشي على عدسه لاصقه لفتره معينه. طبعا عشان العدسه اللاصقه مستقبليا مش هتبقى هي احسن حاجه، عملنا استوردنا القزحيه. القزحيه احنا فقدناها في العمليه الاولانيه تبع الخبط، فاحنا استوردنا القزحيه، ودي طبعا يعني حاجه نادره شويه، والشكر طبعا يرجع للدكتور هشام على اساس ان احنا ظبطنا المقاس ودرجه لون العدسه على اساس ان هي تبقى نفس ضبطه العين الثانيه. والحمد لله جبنا القزحيه من بره وركبناها مع العدسه، والحمد لله الدنيا دلوقتي بقت احسن كتير وبيشوف كويس جدا بالنضاره، ويعني الحمد لله احسن كتير. وبشكر الدكتور هشام جدا ان هو خاض التجربه ديت، لان لما لفينا على كده قال لك شبه مستحيل. فاحنا بنشكره جدا على مجهوده معانا، وان هو بذل قصارى جهده فينا يعني. شكرا ليك جدا. من سنة ونص أو سنتين. يعني كان أول ما كنتش بعرف أشوف الشمس نهائي، دلوقتي عادي نفس الثانية الحمد لله، والرؤية برضه اختلفت. في البداية كنت اختفت نهائي ما كنتش قادر حاجة، دلوقتي بدأت تبان حاجة ماشية كويسة الحمد لله.